السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك يا زملكاوية. الفيديو ده بعنوان مش عودة مدرسة الفن والهندسة، لا، ثورة مدرسة الفن والهندسة. ليه بقى؟ والله العظيم في ظل الظروف دي كلها، لو أي فرقة في العالم، لو ريال مدريد، لو برشلونة، لو سيتي، لو ليفر، أي فرقة في الظروف دي ما ينفعش حتى يعني تبقى في نص الجدول، ما ينفعش حتى تنافس في أي بطولة قارية. انا مش هتكلم زي ما معودكم في تحليل ماتش وفنيات، لان بصراحة لو اتكلمت في الموضوع ده اخد مثلا ساعة بصراحة يعني. لكن انا هتكلم في ان ايه، سبحانك يا رب، والله غالب على امري. كل اللي بيحصل في نادي الزمالك ده المفروض نتيجته باينة. فرقة تنهار، تنعدم تماما، يحصل مشاكل، الجمهور ينفض من حواليها. لكن سبحان الله بتمشي كويس قوي في كل البطولات. في الدوري راكب تاني، وراكب الاهلي وبيراميدز اللي هم المنافسين، بينه وبين سيراميكا ماتش. في الكونفدراليه راكب اول مجموعته، في كاس مصر مكمل. الله اكبر. طب يعني انتوا عايزين منهم ايه تاني؟ في فرق تانية بتصرف بالمليارات وبتخرج من البطولات وبتتخبط. يعني انا مش عارف بصراحه، يعني نادي الزمالك ده مش لغز. معادله، معادله والله، معادله. يعني ثاني اكسيد المنجنيز زائد الجمهور بصراحه. لو هتكلم عشان اوجه شكر، معتمد يا جمال، انت لعيب ذكي جدا، وكنت لعيب مميز جدا. فمن الواضح ان انت ما شاء الله انسان ذكي، مدرب عبقري عبقري. انت معكش اي ادوات خالص، عامل توافيق وتباديل وشغل في الملعب وتكتيك وروح وحاجة تفرح، اقسم بالله. شابوه، تعظيم سلام يا معتمد، تعظيم سلام يا معتمد يا جمال. هقعد بقى اسمي اللعيبة بقى اسم؟ لا، بس في 3 4 لازم يتشكروا. رقم واحد ادم كايد. انا حاسس ان في رضا عبد العال جديد. حازم امام مش هينفع عشان حازم ده حاجه خاصه كده، بس ايه يعني، في حاجه، في عقل مفكر في الملعب، في حاجه كده واقفه على حيلها قوي، حاجه تفرح، حاجه تفرح والله بجد يعني. مهاره وذكاء وتحركاته، بيحرك الفرقه يعني بشواتي، بشواتي يا ادم يا كايد. ماشي. احمد شريف، مليون على 10. انت راجل لا اساسي من اول ما جيت ولا. وايه المستوى ده، وايه التركيز ده، وايه الرجوله دي؟ عدي الدباغ، انا كنت متوقع لك كده من بدري. لعيب هجام، لعيب فايتر، لعيب ذكي، سكورر. كانت واقفه معاك، وده طبيعي بتحصل مع اي فرود. بصراحه مليون على 10. والناشئين بقى اللي انا لسه ما عرفتش احفظ اساميهم كلهم بلا استثناء، حتى السيد اسامه اللي غلط. انتوا ان شاء الله مستقبل. ركزوا ركزوا، وما تفكروش في اي حاجه غير مستواكوا. هتعملوا كل اللي انتوا بتحلموا بيه، ما تفكروش في اي حاجه تانية. ركز في مستواك، وركز في اللي انت بتعمله في تمرينك، هتكسر الدنيا. تعظيم سلام، مش بقى ايه يعني، لا، وضرب نار وكل حاجه حلوه لجمهور نادي الزمالك. بعد ربنا سبحانه وتعالى، انتوا اللي موقفين الفرقه دي على حيلها، انتوا اللي عاملين كل حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوفوا التخطيط اللي بيتخطط لنادي الزمالك بقاله قد ايه، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على امري. نادي الزمالك ماشي ازاي؟ انا مش هقول نظريه مؤامره ولا، بس شوفوا الظروف اللي احنا عايشينها، ونادي الزمالك عامل ازاي. هو ده نادي الزمالك. شوف انا بقالي قد ايه ماليش نفسي اعمل فيديوهات، مش عشان مستوى نادي الزمالك ولا المشاكل اللي بتحصل في نادي الزمالك ولا لا، عشان حال الرياضه المصريه عموما والكوره خاصه، والمنتخب والتخبطات والحاجات اللي يعني هقول ايه، بس مش عايز اقول مقززه يعني، فاهم، حاجات تضايق. لكن النهارده بصراحه انا فرحت. شفت مستوى النادي الزمالك ما شفتوش مثلا من ايام جيل، حتى مع جدي فريرا ما كانش المستوى كده. من ايام جيل حازم ووليد عبد اللطيف وتامر عبد الحميد والناس دي بصراحه يعني. حاجه تفرح اقسم بالله. نادي الزمالك يا معادله، نادي الزمالك مالكش حل. اقسم بالله مالك حل ولا كتالوج. وانت جامد قوي 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 تقع، وانت في اسوأ حالاتك بتكسر الدنيا وتكسب بطولات وبطولات قاريه وتمشي. انت معادله. عموما الف مبروك بثورة الفن والهندسة. مش عودة مدرسة الفن والهندسة، لا، عودة ثورة فن المدرسة، المدرسة الكبيرة الزملكاوية. ومن فرحتي والله ما عارف اتكلم. انا فرحان، مش فرحان عشان مكسب ماتش، لا، عشان في ظل الظروف دي كلها واحنا واقفين على حيلنا وبننافس،
احنا يتضرب بينا المثل في الكرة الأرضية، مفيش فرقة بتتعرض للظروف دي وبتمشي كده والله. تعظيم سلام يا نادي الزمالك يا عظيم. يلا ألف مبروك يا زملكاوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.